عمرك حسيت ان الشارع اللي بتعدي منه كل يوم قرر فجأة انه يقفل عليك وما يخليكش تخرج منه ابدا؟ في ليلة باردة جدا لما الدنيا هدت خالص والناس كلها نامت، كنت ماشي لوحدي راجع البيت. الشارع ده انا حافظه جدا، حافظه خطوة بخطوة، بنزل منه كل يوم بقالي سنين. عمري ما خفت منه ولا حسيت فيه بأي قلق، بس الليلة دي كانت مختلفة. الهوا كان بارد بزيادة، مش البرد العادي بتاع الشتاء، لا، كان برد بيخترق العظم. الشارع كان فاضي تماما، حتى شبابيك البيوت كلها كئيبة ومطفية، مفيش اي صوت ولا حتى صوت عربية من بعيد. السكون كان تقيل قوي، يضايق النفس، يخنق. وانا ماشي بدأت اسمع صوت خفيف جدا. في الاول افتكرت صوت جزمتي على الاسفلت، بس لما وقفت الصوت ما وقفش. كان في صوت همس، صوت رقيق جدا وضئيل، زي صوت المية او صوت يهز شجر، بس مفيش هوا يهز شجر. لفيت وشي بسرعة، الشارع فاضي، مفيش اي كائن حي. قلت لنفسي انا مجهد وبتخيل. كملت مشي وانا بسرع خطوتي شوية، بس الاحساس ان في عيون بتبص عليا من الضلمة كان بيزيد بكل خطوة. كل عمود نور كنت اعدي من تحته كان النور بتاعه بيضعف ويتهز. بعد 5 دقايق مشي لاحظت حاجة مرعبة. المبنى اللي على يميني انا عديت من قدامه من شوية، واليافطة المكسورة دي انا لسه شايفها من دقيقتين. انا ماشي في خط مستقيم بس الشارع بعيد نفسه. بدأت اترعب بجد، قلبي بدأ يدق بسرعة عالية جدا. حاولت اطلع تليفوني عشان اطلب المساعدة او اشغل الكشاف، بس التليفون كان فاصل، شاشة سودة تماما رغم انه كان مشحون. في اللحظة دي صوت الهمس زاد، ما بقاش مجرد صوت هوا، ده بقى اصوات متداخلة، ناس بتهمس باسلوب مش مفهوم، بس الصوت جايلك من كل الاتجاهات، كأنهم واقفين حواليك في دايرة محدش شايفهم. بدأت أجري، جريت بأقصى سرعة عندي، رجلي ما كانتش شايلاني، والشارع قدامي ملوش نهاية. البيوت بقت تزيد ضلمة والأعمدة بقت تطفي واحدة ورا التانية. الضلمة كانت أكنها وحش بيجري ورايا وبتسد الشارع من ظهري. وفجأة شفت ضوء خافت جدا في آخر الشارع، ضوء أصفر ميت بيتحرك. جريت ناحيته بكل قوتي وكنت بقول في سري أي بيت فيه نور هيخرجني من الكابوس ده. لما قربت من الضوء اكتشفت إنه مكانش كشاف ولا نور شقة، ده كان فانوس قديم متعلق على باب مفتوح لبيت مهجور، بيت انا عمري ما شفته في الشارع ده قبل كده. وقفت قدام الباب وانا بنهج ومش قادر اخد نفسي. الشارع من ورايا بقى ضلمة كحل ومفيش اي طريق للرجوع. ومن جوه البيت المهجور ده، من ورا الباب المفتوح بالظبط، صوت الهمس المتداخل كله سكت، وخرج صوت واحد بس، واضح جدا ونقي جدا، وكان بينادي باسمي الثلاثي. ومن ساعتها وانا لسه لحد النهارده محبوس في الشارع ده.